شكرا لك. على الخط مباشرة المختار زاهر الكسار، رئيس روابط مخاتير عكار. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. يسعد صباحكم. صباحا. اليوم أنتم كمخاتير راضيين عن حال الصندوق؟ يعني من بعد ما أنه طابع الألف يعني ما تحقق على أرض الواقع، وعم بيقول المختار أنه الخسارة عم بتكون 3 مليارات و800 ألف. أنا بدي أقول لك شغلة. أول شيء بحب صبحك بالخير وصبح جميع المستمعين والرئيس بشارة ومعالي الوزير والدكتور مدحت والجميع اللي كانوا مع حضرتك، وبشكرك وبشكر لأنه صرتوا اليوم أنت عم تحكي حضرتك عن وجع المختار، وهي الحلقة إذا بتسميها صرخة المختار بضم صوتي لصوت الجميع. الحقيقة الصندوق هو حلم المخاطير إن كان بعكار وإن كان على صعيد لبنان كله سوا، والقاسي والداني بيعرف المختار بشارة غلام شو عمل للمختار من حقوق وكيف سعينا كلياتنا سوا تنوصل للصندوق، ونحن كلياتنا رضيانين على الموجودين بالمؤسسة وعلى رأسهم الرئيس بشارة غلام راضيين على الشغل اللي عم يصير، بس الثغرات اللي صارت دائما المختار عم يدفع ثمن. المختار على صعيد لبنان، نحن بدي احكي عن صعيد عكار، نحن عم ننزل من عكار على الصندوق عم نجيب طوابع بحدود ال10 ملايين كل مشوار وبال20 مليون و30 مليون على اساس انه المختار يستفاد. لحديت هلا صرنا اكثر من سنتين عم نفعل الدور وعم نسق مع الوزارات كلياتها على كل معامله عم نحطها بالمختار على اساس صحيح مؤسسه عامه ومؤسسه خاصه كمان لانه خاصه للمخاطير، مؤسسه عامه مع الدوله ومؤسسه خاصه للمخاطير مثل ما الصندوق الخاص للجيش، مثل ما الصندوق الخاص لموضوع المحامين. نحن صار عندنا صندوق وهذا الحلم تحقق. صح. الحلم تحقق بس ما قدرنا نكفي، تعرقل. وبعدين نحن كمخاطير على صعيد لبنان نحن طائفتنا وحده طائفه المختار، وسياستنا وحده سياسه المختار، لم نعترف لا مسلم ولا مسيحي ولا اي طائفه كان، بالعكس كلياتنا اخ وكلياتنا واحد، وسياستنا كلياتنا 8 و14 و16 و25 منا ضد حدا، بدنا حقوق المخاطير ومؤتمنين على حقوقهم. طيب كيف بدكم تجيبوا حقوقكم؟ بدنا نجيب حقوقنا هلا. هيدي اول يعني بدي اقول اول درجه عند حضرتك نقطع السطر، رح نبلش من هون وبقول له للرئيس بشاره رح نكفي مستعدين ننزل كلياتنا على الارض، بدنا حقوقنا مثلنا مثل غيرنا، وهلا حقوقنا هدول نحن اللي جبناها ما الدوله عطتنا اياها، يعني الدوله ما عطتنا معاش، الدوله ما عطتنا مصارفات، نحن عم نحط على الافادات مصاري تنرجع ناخذ مصرياتنا، يعني هون صار في سرقه لمصرياتنا نحن. يعني في سنه راحت عليكم المليارات وما رح تتعوض. طب شو رح تعملوا؟ المشكله ما انا بس سنه، المشكله انه راحت من عمر بس سنه، يمكن ما نعيش لسنه الجاي، بس مشكله لبعدين، المشكله المختار اللي توفى بهالوقت شو صار فيه، المختار اللي صار عنده حادث شو صار فيه، المختار اللي صار عنده مشكله. انا اتحاد روابط مخاطير عكار ما بيجيني ميزانيه من الدوله، عندي 350 مختار ما بيجيني 1000 ليره. طيب هلا شو الاجراءات الممكن انتم تاخذوها كمخاتير على مستوى لبنان كله لتفعيل اول شيء المؤسسه اللي لها مردود ايجابي عليكم من الاستشفاء وغيرها والتعويضات العائليه والطبابه وغيرها والمساعدات؟ طيب شو رح تعملوا؟ صار لكم سنه ساكتين، اليوم الانطلاقه من برنامجنا نقطة على السطر الى انه تتحركوا لتطالبوا بحقوقكم، شو رح تعملوا؟ انا رح اقول لك ليش نحن كنا ساكتين قبل بتعرفي حضرتك التشكيل الحكومي قديش اخذ وقت، ما كان في حكومه ولا كان في وزير داخليه، الحمد لله البلد رأى الاوضاع فيه، اجى عندنا حكومه توافق، قلنا هالحكومه ان شاء الله بيجي احنا بيوصلنا حالنا اول ناس، تفاجئنا باللي صار، وبتعرفي من وقت اللي اجت الحكومه لهلا كان عندهم كذا مشروع وبالاخص عن معالي وزير الداخليه وهذا المشروع اللي بوجه له التحيه، كان عنده سجل رومي، كان عنده كذا شغله من القضايا مثل قضايانا نحن كبار، فانطرنا الموضوع على اساس نحن نمشي طريقنا، تفاجئنا باللي صار هلا، ونحن مع التحرك ورح ننسق مع الرئيس بشاره ومع كل روابط مخاطير لبنان ننزل على الارض ونقول نحن لا للطائفيه ولا للسياسيه بدنا حقنا، شو الثغره بدنا نحلها، يعني امبارح كنت عند احد النواب اللي ما حدا ضد الضمان الدائم للمختار، طب ما حدا ضد نفذوه، ما وقت اللي بدكم تمددوا لحالكم ب5 دقائق مددتوا، ليش المختار بتعدوه سنه وسنتين؟ والله كلكم متفقين علينا، وكلكم متفقين على المواطن اللبناني ما بس على المختار، يعني المواطن اللبناني بشكل عام اكلها. صح. بدكم تشيلها لهم البلاكات، المختار بيشيلهم والقاضي بيشيلوا مجلس النواب بيخليه، الضمان المختار اسا طولوا بالكم انتم، لامتى؟ طيب ليه هيك يعني عم بيتعاملوا معكم كمخاتير؟ يعني مع انه المختار له قيمته بحيه بضيعته بقريته بمدينته، يعني ليش هالتعامل يعني برايك؟ ماذا يخفي؟ انا بقول لك ليش، لانه قبل كان في مع احترامي لكل الناس كان في مخاطير بتكون تابعه لفريق سياسي او تابعه لحدا او مخاطير هلا مش تابعين انتم لحدا ابدا، خلينا نصدق نحن هلا موجودين انا بقول لك شغله انا بقولها هون باتحاد روابط مخاطير عكار وبقولها على طول الاجتماعات، كل مختار وين بده ينتخب وين بده
يكون طائفته وين بده يكون سياسته هو حر، بس داخل مخاطر لبنان وداخل الروابط وداخل الاتحاد عندي بعكار لا الطائفيه ولا السياسيه، واللي بيشرفني اللي بيكون طائفه سياسي ما يجي يحضر عندي بالاجتماع. ايضا نحن هيك مشان هيك بدنا ننجح، لانه انا بفتخر انا كمسلم سني ببشاره غلام من اخواننا المسيحيه باخر بيروت، هو حي الكبير وبفتخر كل هون. ليش عم بيتعرق؟ ليش يعني وزاره الداخليه عم تعرق لكم عملكم؟ ما عم اقول لك المشكله انه هو قبل ما يجي الاستاذ من هذا المشروع كان في معالي الوزير زياد بارود والوزير نوران الشرب اللي بنكن لهم كل الاحترام، بس اجى معالي وزير الداخليه انه هذا المشروع عنده ملفات كثير، بلش ملف نحن لازم مشان هيك شخص ملفات كثيره، ما في ناس يعني معطله استشفائها وطبابتها 100% كمان هيك. هلا نحن ناطرين من اول ما بيوصل كان مسافر، من اول ما يوصل من الله راس حننزل لعنده ونشوف شو الرد اللي عند معالي الوزير وعلى اساسها نشتغل، لانه نحن بالنهايه نحن مرجعنا هو وزاره الداخليه. شكرا لك المختار زاهر الكسار رئيس روابط مخاتير عكار، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان. يعني حضره المختار بشاره غلام، طلبت منكم وزاره الداخليه عدم استمرار الاعضاء من فوق العمر ال 64. نعم طلبت منكم يعني فاقوا عليكم بعد 4 سنين. فاقوا علي 64 بيطلع على التقاعد، بس نحن غير موظفين منتخبين من الشعب. ايه وبعدين ما بنقبض معاش. الان رئيس مجلس الاداره ما كيف بده ينحل هالاشكال؟ هذا ما في غير انه معالي وزير الداخليه يرجعوا للقانون انه المجالس المؤسسات العامه تبقى مستمره الى حين صدور مرسوم ب هيئه اداريه جديده. على امل متابعه هالملف، على امل متابعه موضوع المؤسسه اليوم والصندوق اللي بغذي حياه المختار، مش هيك؟ نعم. انا بدي اشكرك رئيس مجلس اداره المؤسسه العامه للصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار بشاره غلام، وايضا كان معنا مداخلات عديده مع الوزير زياد بارود، وايضا مع المختار زاهر الكسار رئيس روابط مخاتير عكار، وكمان كان عندنا ضيف من وزاره الداخليه رئيس دائره المختارين مدحت الزعيتر بوزاره الداخليه. على كل حال الانطلاقه من هون ان شاء الله توصلوا الى حقوقكم، بيتغسل الصندوق من الالف. إذاعة صوت لبنان ناخذ الحقوق، لانه انتم دائما بتضووا على الاشياء الواقفه ويروحوا على حقوق الناس اللي هي ما مهضومه. ونقطع السطر. شكرا لك. بختام هاللقاء اطيب الامنيات من نوال ليشا عبود، من نتالي المر والمخرج جورج العلية.